كارفور، كلنا عارفين السلسلة اللي كنا بنروح نشتري منها كل حاجة، بس عارف بدأت منين؟ من فرنسا سنة 1959 كفرع صغير، وبعدها كبرت لحد ما وصلت لأكتر من 13,000 فرع في العالم. في الوطن العربي اللي ماسكها شركة ماجد الفطيم من دبي، وفتح أول فرع سنة 1995، ومن ساعتها بقت في كل بلد تقريبا. انما دلوقتي في حاجات غريبه بتحصل، كارفور بتختفي من دول عربيه. في الكويت الفروع كلها اتقفلت وتحولت لاسم جديد اسمه هايبر ميكس. البحرين نفس القصه. الاردن كمان اعلنوا رسميا ان كارفور خلاص مش موجود. ايه معنى ده؟ ان صوت الناس مش بسيط. لما المستهلك ياخد موقف ويقرر ما يشتريش، حتى اكبر الشركات بتتاثر. يمكن مش يقولوا السبب مقاطعه، لكن اللي بيحصل قدامنا دليل واضح، وده يورينا ان قرارك مش حاجه صغيره. بالعكس، كل مره بتختار صح وما تشتريه قرارك بيتجمع مع الاف غيرك، ومع الوقت النتيجه بتبان قدام عينيك. المقاطعه مش وهم ولا كلام فاضي، المقاطعه فعل. واللي حصل مع كارفور اكبر دليل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يعني لما نختار صح ونقف مع الحق، ده تعاون على البر والتقوى. سلام.